شخص معين مستحيل تستغني عنه لو شو ما صار. والدتي. الله يخلي لك اياها يا رب. بدون اي تفكير وبدون اي شيء، والدتي. علاقتك انت وياها كيف؟ ممتازة، يعني أي شخص طبيعي علاقته هي والدته حيكون يعني سوبر ممتازة، مو بس ممتازة يعني هي الأم اللي ربتنا واللي عيشتنا أحلى عيشة واللي دارت بالها علينا، حتكون طبعا ممتازة كثير يعني. الله يخلينا جميع الأمهات، لأنه هي لهم دور كبير لحتى توصلنا لهون يعني. امين يا رب، الله يخلي لك اياها. طب بعيدا عن الاهل، مين في بحياتك شخص ما بتستغني عنه، بتقول انا لو شو ما صار هذا الشخص ما في بعد عنه؟ ما حدا مستاهل يكون بحياتنا غير الأهل، يكونوا شيء أساسي بحياتنا، لأنه نحن حاليا بوضع انعدام ثقة، بوضع ما فيك اليوم تأمني تكوني مع أي حدا. اليوم الأهل هن شيء أساسي، وهن اللي بيضحوا ليكون ابنهم أفضل شخص، ليكون ابنهم ناجح. هن بيضلوا عم يربوه تربية صح، هن بيضلوا عم يعلموه، هن عم بيقولوا له الصح من الغلط. اما اذا بده يكون شخص اليوم بحياتك، يعني اذا بيشوفك اياما انه انت شخص ناجح، بوقف ضدك وبيروح باتجاه معاكس وبيعمل شغلات على اساس انه هي ناجحه اكثر، تمام، بس هيك مثل انه ليغيظك او ليفرجيك انه هو احسن منك. فانا برايي اليوم نجاحك هو شيء اساسي، تمام. اليوم لازم يكون تركيزك بنجاحك، تركيزك بعيلتك او بحياتك الجديده اذا كان عندك عيله جديده، تمام. تعطيها، يعني ما فيك تقولي انه تعطيها كل حياتك وكل طاقتك، فيك تعطيها 90% من طاقتك وحياتك، وتخلي 10% إلك كشخص انت، لشغلك، لعملك، لحياتك، لتكوني احسن وافضل شخص بالعالم. اكل ضروب كثير من رفقاتك؟ حتى ما عندك رفيق مقرب تقول انه انا مستحيل استغني عنه لو شو ما صار؟ مو بس انا اكل ضروب، يمكن انت كمان اكل ضروب حياتك، العالم كلياتها اكل ضروب. بس انا في عندي شخص بحياتي بقول انا اذا بتقوم الدنيا ما بتقعد ما في بعد عنه. غير الاهل؟ طبعا عندي رفيقه كثير مقربه لإلي لو شو ما صار ما في بعد عنه. هلا انا بخاف اقول لك انه يمكن بعد سنتين ثلاثه تستغربي، او يكون عندك مثلا مثل صدمه كبيره، تمام، انه مو هذا الشخص اللي انت كنتي عم تبني امال وطموحات انه هذا الشخص المفضل لك. في كثير اشخاص نحن بنبني امال وطموحات انه هدول الاشخاص المفضله، بعدين نحن بننصعق، بنستغرب، بنفوت بسنه بحاله اكتئاب وبحالات كثير. ببين معك من المواقف، هي المواقف كفيله. المواقف بتكون خداعه، ايام بفرجيك انه انا بحبك بس انا بكون غير هيك، ايام بفرجيك انه انا معك وانا بكون معك، وانا فرجيك انه نجاحك هو نجاحي، بس للاسف بكون انا شخص خبيث، بكون انا شخص غيران من نجاحي وغيران من الشيء اللي عم تعمليه، بس انا ما عم فرجيكي، بالعكس انا بكون قاعد انا وياك وعم نشرب نسكافيه وعم ندخن ومنا رواق. بعد باسبوع ليش هي شخص ناجح وانا لا؟ بصير الشيطان بيلعب بعقلي، لازم اكون انا انجح منها. مين انت لحبك ومين انا لتحبيني ومين انت لاكرهك ومين انا تكرهيني؟ فهمتي هذا النسبه والتناسب؟ ما يعني اليوم في عالم كثير اليوم بصراحه بتغدر فينا، وفي عالم كثير اليوم بتتمنى لنا النجاح، وفي عالم كثير اليوم بتتمنى لنا نكون فاشلين بحياتنا. يعني هذا الشيء موجود، خاصه هون نحن يعني ما رح اقول لك انه بس بسوريا، عرفت شلون؟ بس بسوريا اكثر شيء ايه، في اشخاص اليوم بتتمنى لنا الشر، في اشخاص اليوم بتتمنى لنا الخير، وانت طبعا شايفه، وانت اعلاميه وبتعرفي، وانت بتعرفي انا مصور كمان، ونحن داخلين بمجال السوشيال ميديا، تمام، وشايفين هدول العالم. وانا حاليا عم بحكي معك وفعلا انا مقهور من جوا وزعلان، لانه في عالم جد ما عم تتمنى لنا الخير. عرفتي؟ اليوم الشامي ما بيتمنى الخير للشامي، والديري ما بيتمنى الخير للديري. شلون كان العالم بتمنى الخير لبعض؟ عرفت شلون؟ مثلا اليوم الشامي بيحكي عن الديري ليش اجى لهون، واليوم الديري بيحكي على الشامي، واليوم اللادقاني مثلا بيحكي على الديري، والديري بيحكي على اللادقاني. نحن اذا اليوم هي البلد للكل، اليوم انا لازم رحب بالدير، اليوم الدير لازم ترحب فيني، تمام. انا اليوم لازم اتمنى الخير لكل سوري، وكل سوري لازم يتمنى لي الخير. نحن اذا ما تعاوننا اليوم لنبني هي البلد، مين بده يبنيها معنا؟ صح ولا لا؟ انا اسف يعني خرجت عن الموضوع طرح. لا خذ راحتك. تمام، بس انا من كميه القهر اللي حاسس فيه، تمام، حبيت احكي هذا الموضوع، لانه اليوم نحن لازم نكون بهالبلد ايد وحده، عرفتي؟ وما لازم نقول انه هذا ليش اجى لهون، نحن ليش جينا لعنده، هي البلد الكل، نحن كلياتنا لازم نبني هي البلد، تمام. ومثل ما قلت لك مشان موضوع الغدر، كثير في عالم من قبل وهلا كترت، تمام، ما عم تتمنى لنا الخير باي مجال. اذا كنت انا مصور او اذا كنت انا كمان عم بشتغل اي شيء ثاني، ما بتمنى لي الخير، لانه انا شخص ناجح،
تمام، عم بس على هدف وعم بس على شغل. فالعالم ما بدها هيك اشخاص بحياتها، بدها اشخاص تتسلى معهم، تروح تلعب شده معهم، تروح تسهر معهم. اشخاص تافهه، عرفت شلون؟ لا لهم لا تفكير ولا لهم اي قيمه. شكرا لك. يا هلا. عندك مشكله بعرض الحلقه عنا؟ لا ما عندي مشكله.